وجودكم في مصر بيزود قوتها وبيزود عزتها. احنا عندنا ميدان التحرير وتمثال طلعت حرب، احنا عندنا جامع الحسين والدير المحرق وشارع المعز، احنا عندنا قلعة صلاح الدين اللي هتبهرك من عظمة التاريخ اللي فيها، احنا عندنا نهر جميل حواليه زرع اخضر جميل يا رب بارك فيه، احنا مبدعين وفنانين، عندنا فاتن حمامة وام كلثوم وسمير غانم ونور الشريف وعمر خيرت وغيرهم كتير وكتير، احنا عندنا اجمل شواطئ الكوكب في مرسى مطروح، عندنا حضارة عظيمة العالم بيعشقها في الاقصر واسوان، عندنا اماكن غوص جمالها خرافي في شرم الشيخ ودهب والغردقة ونويبع وطابة، احنا كفاية انك تمشي وسط الناس والمحلات في الشوارع وسط البلد في القاهرة او اسكندرية او بورسعيد او اسيوط وتحس بكل الحب والونس والدفى والهيصة. احنا عندنا الروح الحلوة الدافية اللي مش هتلاقيها في مولات دبي ولا في زحمة تايمز سكوير في نيويورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شعب مصر العظيم وكل الشعوب العربية. احنا لازم كلنا نحب مصر بلدنا ونعمل لصالح خيرها وتقدمها. يا ريت قبل ما تكمل الفيديو تدوس لايك وتشترك في القناة لو ما كنتش مشترك. ايضا في شباب محترم انا ما اعرفهمش شخصيا لكنهم طلبوا مني اني اعرفكم على قناتهم الجديدة اللي اعتقد انها بتقدم محتوى وثائقي شيق ومحترم. القناة دي اسمها الإجابة، هسيب لكم الرابط ليها في الوصف اسفل الفيديو. لكن تعالوا في الأول نتفق يعني إيه هي مصر؟ الأصل في كلمة مصر هو الناس، الشعب، 101 مليون إنسان اللي عايشين مع بعض على الأرض دي، لكن كمان أغلى وأهم من كل الناس دي هو أولادهم. إيه أغلى جزء علينا في مصر؟ أغلى حاجة علينا في مصر هي أولادنا وبناتنا، الأطفال والشباب، الأجيال اللي جاية اللي إحنا خلفناها ومسؤولين عنها قدام ربنا. كده اتفقنا إيه هي مصر اللي هنحبها. ومن أهم مظاهر حبك لبلدك وناسها إنك تحترم وتكرم وتقدر الضيف اللي جاي من بره بلدك علشان يقضي يومين حلوين في مصر. وهقولك بعد شوية إزاي ده بيفيد بلدك جدا جدا وهينفع أولادك جدا جدا. السائح العربي والأجنبي اللي جاي بلدنا جاي علشان يتبسط أو جاي علشان يعرف ويستكشف. السائح نفسه ينزل من الطيارة في مطار شرم الشيخ أو الغردقة أو القاهرة أو برج العرب يحس إنه نزل في بلد شعبها كريم وذوق، نفسه ينزل يلاقي شوارع نظيفة حلوة مخططة، نفسه يروح الموسكي والحسين وخان الخليلي ما يلاقيش الناس والبياعين ماليين الشوارع أكياس فاضية وكراتين وقمامة. ولما السائح بيجي بلدنا بيصرف فلوس كتير كتير جدا، والفلوس دي جزء كبير جدا منها بيروح للشباب اللي شغال في السياحة والفنادق، ودول عدد كبير جدا من الشباب اللي هم اخواتكم واولادكم اللي عاوزين يتجوزوا او عاوزين يصرفوا على بيوتهم او اهاليهم او اولادهم. الشاب اللي هيتجوز ده هياخد الفلوس اللي بتجيله من السياحة وهيفرش بيها شقته وهيدفع منها للنجار والسباك والكهربائي وكل الصنايعية والتجار. خير السياحة يا جماعة بيعم على البلد كلها، مش على اللي شغالين في السياحة فقط. كمان السياحة دي كأنها تصدير للسلع والبضائع وبتدخل للبلد عملة صعبة زي الدولار واليورو والجنيه الاسترليني، وده بيخلي سعر الجنيه يزيد والأسعار ترخص والتضخم يقل. بس السلعة دي مش انت اللي بتصنعها وبتعبيها وتغلفها وتركبها طيارة وتصدرها، ده هو اللي بيجي بنفسه لغاية عندك ومعاه فلوس ومحفظته. لكن بجد مش عاوزك تبص لمحفظته، انا عاوزك تبص لانه انسان ضيف جاي بيتك، ان اكرمته فده شرف وسمعة حلوة لبيتك ولبلدك، وان اسأت اليه او نصبت عليه فده عار عليك وعلى بلدك كلها. لكن ايه هي السلعة اللي عندك والسائح جاي علشانها؟ سلعتك بسيطة جدا، هي مجرد الشمس والبحر والجو الحلو وشوية فنادق نبنيها على اعلى مستوى. لكن الاهم كمان من كل ده هي المعاملة الإنسانية للسائح اللي داخل بلدك بغض النظر عن جنسيته أو لونه أو عقيدته أو حتى عاداته وتقاليده اللي تخصه هو ما تخصناش إحنا. ده شخص أو أسرة جاي عندك في بلدك في بيتك، ده خد أجازة من شغله وجهز شنطته وركب طيارته لمدة 5 ساعات، ده غير الانتظار في المطارات والبهدلة في المواصلات التانية، وجاي لك أنت علشان أنت تبسطه وتفرحه وتبتسم في وشه، تبتسم مش تبحلق وتعاكس وتتفرس في ملامحه. لازم نخلي الضيف اللي جه بلدنا يروح بلده يحكي ويتحاكى بجمال مصر وجمال شعبها. السائح بيمسك موبايله ويكتب كل موقف حصل له في المطار وفي الاتوبيس وفي الريسبشن والمطعم وفي البول واللي بيشوفه ويقابله في الشارع، والعالم كله بيقرا تجارب الاخرين ويعرف اذا كانت البلد دي كويسة ولا بلد مش كويسة وما يجيهاش احسن. رجاء من الناس اللي بتتعامل مع السياح والناس اللي بتقابل سياح، لازم نتصرف مع السائح بطريقة تشرف بلدنا وتخلي سمعتنا حلوة في كل العالم.
أولادنا وإخواتنا اللي شغالين في السياحة والمستثمرين في الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان ودهب عدى عليهم شهور كتيرة صعبة بسبب أحداث ثورة 25 يناير، ولما ابتدت العجلة تدور شوية جه حادث الطائرة الروسية اللي خرب الدنيا خالص، والدولة ووزارة السياحة عملوا جهود قوية عشان يرجعوا السياحة، والأرقام فعلا اتحسنت في سنة 2017 ودخل مصر 8.3 مليون سائح، وقفزت أكتر في 2018 ودخل مصر 11.3 مليون سائح، وزادت كمان في 2019 ودخل مصر في سنة 2019 13 مليون سائح، وحققنا في 2019 إيرادات سياحية غير مسبوقة بلغت 13 مليار دولار دخلت جيوب المصريين وحسنت من أحوالهم المعيشية. لكن جه انتشار فيروس كورونا في 2020 ودمر حركة الطيران والسياحة جدا، ودخل مصر فقط في السنة دي 3 مليون سائح في 2020، وده كان بجد صعب جدا وأزمة قاسية جدا على كل العاملين في السياحة. لكن الحمد لله بدأت العجلة تدور مرة أخرى، وإن شاء الله ممكن نعمل رقم كويس في 2021، لكن الأكيد إن شاء الله إننا هنعمل رقم قياسي جديد في 2022. الناس اللي شغالة في السياحة هم دول مصر أو جزء من مصر، لازم نقف جنبهم ونشجع السياحة، ولازم هم يقفوا جنب نفسهم ويتدربوا كويس على شغلهم، لأنه السياحة مهنة احترافية عالمية وليها أصولها وقواعدها. إحنا بإذن الله وبحبنا لبلدنا هنكون أحسن بلد في الدنيا. إحنا هنحافظ على بلدنا، مش هنرمي ورقة في الشارع، مش إحنا المصريين اللي نرمي زبالة في الشارع، لا هنرمي كيس شيبسي ولا علبة آيس كريم ولا عقب سجارة ولا منديل ورق. لازم نبدأ نتكسف نعمل التصرف ده قدام بعض وقدام نفسنا، لازم نحس من جوانا إنه إلقاء أي ورقة أو كيس في الشارع أو في الحديقة إنما ده تصرف بيجيب الكسوف والخزي لصاحبه. إحنا أحسن من فرنسا اللي دخلها في 2019 90 مليون سائح، إحنا أحسن من أسبانيا اللي دخلها 84 مليون سائح، احنا احسن من دبي اللي دخلها في 2019 17 مليون سائح. مع كل الحب والتقدير لاخواتنا في الامارات والكويت والمغرب والجزائر وتونس والسعودية وعمان والعراق والاردن ولبنان وفلسطين والسودان وسوريا واليمن وليبيا وقطر والبحرين وموريتانيا والصومال، بوجه نداء لكل مواطن في الدول العربية وبقول له تعال مصر، تنورنا وتشرفنا، يسعدنا مجيئكم عندنا، تعالوا خليكم جوه مصر وجنب مصر، وجودكم في مصر بيزود قوتها وبيزود عزتها. احنا عندنا ميدان التحرير وتمثال طلعت حرب، احنا عندنا جامع الحسين والدير المحرق وشارع المعز، احنا عندنا قلعة صلاح الدين اللي هتبهرك من عظمة التاريخ اللي فيها، احنا عندنا نهر جميل حواليه زرع اخضر جميل يا رب بارك فيه، احنا مبدعين وفنانين، عندنا فاتن حمامة وام كلثوم وسمير غانم ونور الشريف وعمر خيرت وغيرهم كتير وكتير، احنا عندنا اجمل شواطئ الكوكب في مرسى مطروح، عندنا حضارة عظيمة العالم بيعشقها في الأقصر وأسوان، عندنا أماكن غوص جمالها خرافي في شرم الشيخ ودهب والغردقة ونويبع وطابة. احنا كفاية انك تمشي وسط الناس والمحلات في شوارع وسط البلد في القاهرة أو اسكندرية أو بورسعيد أو أسيوط وتحس بكل الحب والونس والدفى والهيصة. احنا عندنا الروح الحلوة الدافية اللي مش هتلاقيها في مولات دبي ولا في زحمة تايمز سكوير في نيويورك. بأمانة أنا مش بنافق نفسي ولا بنافقكم يا شعب مصر، أنا بقول كلام من قلبي. بلدنا ممكن بإيدينا نخليها أحلى بلد في الدنيا، احنا بس نحب بعضينا جدا ونكرم ضيوفنا ونعمل شغلنا بأمانة ونحافظ على نظافة شوارعنا ومرافقنا. أنا بغير لما ألف فرنسا مدينة وشارع شارع وما لاقيش ولا ورقة في أي شارع أو حتة أو حارة. أنا بغير على بلدي لما ألاقي تركيا ودبي وأسبانيا أو إيطاليا والمغرب بيروح لهم سياح أكتر من مصر. أنا كأب مصري نفسي ولادنا يكبروا ويلاقونا سايبين لهم وطن حلو، وطن جميل، يلاقونا علمناهم الحب والاحترام والأمانة في العمل والنظافة وتقدير الآخرين وإكرام الضيف. إن شاء الله مصر هتبقى أعظم بلد في الدنيا. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.